اللي بتحب الفطير الفلاحي ونفسها تعمله بس بتستصعبه او بتحس خطواته كتير شويه، تتفرج على الفيديو ده ان شاء الله يعجبها قوي. هنعمل النهارده الفطير بطريقه سهله وبسيطه، وكمان هسويه معاكم في الطاسه. يعني مش هشغل فرن ولا هعمل اي حاجه خالص. وزي ما انتم شايفين طري قد ايه، والفطيره مورقه وفي منتهى الجمال. وهنعمله صغير كده عشان اللي ما يعرفش يفرد الفطيره كبيره قوي. زي ما انتم شايفين جميل ازاي. هنسمي بقى بالله ونبدا الفيديو على طول. انا معايا كوبايه من الميه الدافيه، دوبت فيها معلقه سكر عشان بس السكر بتاعي كان خشن شويه. لو انت السكر بتاعك ناعم مفيش مشكله. ومعايا كيلو من كيلو الا ربع دقيق ورشه ملح. هقلبهم بس كويس وانزل الميه دي اللي احنا دوبنا فيها السكر، وابتدي اقلب الفطير. دقيق وذره ملح، شويه ملح وشويه سكر بس، ولا بيكنج باودر ولا خميره ولا اي حاجه خالص. في سر بقى هقوله لكم في الفيديو هيخلي لكم الفطير الطاسه ده مورق وفي منتهى الجمال وزي اللي عاملينه في الفرن بالظبط. هبتدي ازود ميه شويه شويه وابتدي اقلب واقلب كويس قوي بقى. يعني هياخد معاكم وقت شويه في العجن، بس عشان العجينه بتاعتكم تبقى حلوه لازم نعجنها وقت طويل. زي ما انت شايفه كده لحد العجينه ما احس انها ناعمه تحت ايدي خالص. طبعا عندك عجانه سهلي على نفسك وحطي في العجانه، بس انا بصراحه قلت ايه، ده انا اعجن ده كيلو الا ربع يعني مش مستاهل، لا اعجنه على ايدي خلاص. احنا بنحطش زيت للعجينه، انا بس ببل نقطه زيت بس كده، معلقتين زيت او معلقه زيت، زيت عادي زيت طعام عادي. وهقلبه بس كده عشان العجينه ما تلزقش، او اما اغطيها بحاجه ما تلزقش في الغطا. هنا معايا زبده على زيت، مسيحه الزبده طبعا كويس، وبعد ما بردت حطيت عليها كوبايه من الزيت. طبعا الكميه على حسب انت عجنه قد ايه. وحطيت معلقه صغيره من البيكنج باودر. ده بقى يعني بيخلي لك الفطيره مورقه وجميله. لو احنا هنسوي في الفرن ما نعملش الخطوه دي، يعني لو احنا هنسوي في الفرن ما نحطش معلقه البيكنج باودر دي، احنا مش محتاجينها في حاجه. كده الكيلو الا ربع اللي معايا اسفه معلش، هطلع منه 4 فطيرات زي ما انت شايفه كده. هبتدي بس المهم على بعض، قطعتهم كده خلاص بقى عملتهم 4 كور. وهنا السمنه اللي انا عملتها، السمنه والزيت، الزبده والزيت على زيت بس طبعا السمنه، ولو سمنه بلدي بقى او زبده يعني بتبقى في منتهى الجمال الفطير. زيت بس هيبقى ناشف، يعني يخلي الفطيره معاكي ناشفه. هبتدي افرد بالراحه، ولو اتقطعت منك ما تشغليش بالك، يعني مش احنا كده كده هنرجع نطبقها تاني. انا معايا عامله معاكم قبل كده فيديو للفطير الفلاحي برضو، بس مسوياه في الفرن برضو، لو اتفرجتي عليه حلو جدا. طريقه طبعا مختلفه عن كده لان كنت عامله فطيره كبيره. بايدك كده وبالراحه. بصوا العجينه طبعا بنسيبها ترتاح، وراحه العجين دي اللي بيخلي معاكم العجينه تتفرد كويس. يعني اول ما نعجنها لازم نسيبها ترتاح اقل حاجه نص ساعه، معاكي لحد ساعتين سيبيها ترتاح مفيش مشكله. كل ما تسيب العجينه ترتاح كل ما تفرد ببساطه زي ما انت شايفه كده. هفردها بقى كويس قوي واخففها على قد ما اقدر. يا ريت حبايبي اللي لسه اول مره يشوفني يا ريت يشترك في قناتي ويدخل يتفرج على الفيديوهات القديمه. ان شاء الله في حاجات كتير هتعجبه قوي وفيديوهات حلوه قوي ان شاء الله تعجبكم. وحبايبي بقى اللي معايا في القناه يا ريت يعملوا لي لايك كده ويفرحوني باللايك اللي هيعملوه لي. بصوا هي كده بقت خفيفه خالص، هبتدي اطبقها. حابه تحطي سمنه تاني في النص حطي، مش حابه يبقى السمنه خفيفه مفيش مشكله. وهطبقها كده زي الظرف. معلش هي الخطوه دي كانت الكاميرا مش مبيناها قوي. بصوا انا جبتها لكم اهي. بعد ما طبقتها هلمها تاني على بعضها كده واعملها زي الكوره وارجعها نفس الصينيه اللي كنت مقطعاها فيها الاول، اللي هو اللي كنت عاجنه فيها. هنا دي هتبقى باينه اكتر شويه التطبيقه بتاعه الفطيره. بصوا حبايبي اطبقها كده الاول. هجيب الاربع جناب على بعض كده، وكل اعملها زي الظرف كده، وبعدين اروح لماها كده على بعضها بحيث انها تبقى زي الكوره، واحطها بقى واسيبها تريح 10 دقايق. انا هبتدي اخد اول واحده عملتها، عقبال ما اخلص كله هرجع على اول فطيره طبقتها. طبعا لو حابين تحطوا فطيرتين جوه بعض هتبقى حلوه قوي، بس
يعني ايه، هتبقى تقيله شويه في التسويه على البوتاجاز. انا حبيت اعملها فطيره واحده بس، ما احطش حتتين عجين جوه بعض عشان ما تبقاش تقيله. وهبططها بس حاجه بسيطه كده على الرخامه. وهنا بقى حاطه طاسه على النار مسخناها كويس جدا. وبعد كده هنزل الفطيره عليها وادوس عليها دوسه خفيفه كده، بس ابططها شويه او افردها شويه. وهدي النار خالص بقى، يعني خلي النار هاديه، لان لازم نسوي الفطيره بتاعتنا على نار هاديه عشان مش تتحمر من بره ومن جوه تفضل نيه يبقى عجين. لا، احنا عايزينها تستوي من بره ومن جوه وتطلع معانا مورقه وحلو. هنهدي النار بقى وبراحتها خالص كده لما تستوي. بصوا بقى كده لما ابتدت تستوي، ابتدت تعمل يعني ايه، تتنفخ كده شويه. هبتدي بقى اقلبها. شايفين اللون بقى جميل ازاي والتسويه حلوه جدا. اهي يا حبايبي بصوا، فطيرة بسم الله ما شاء الله، ما فيش احسن من كده، سهلة وبسيطة. وممكن تعمليها في اي وقت بقى، يعني ممكن نعملها الصبح مثلا يوم جمعة في فطار. لو حابة عقبال ما يروحوا يصلوا ويجي تكوني عملتي فطرتين 3 كده تفطروا بيهم. ممكن نعملها لو سهرانين كده وعايزين اي حاجة نتعشى بيها، برضو تبقى حلوة قوي. نبتدي بقى نطلعه جنبينا كده في اي صينيه. حابه تغطيه غطيه، مش حابه تغطيه مفيش مشكله، هو هيبقى طري وحلو. بوريكم انها بصوا قبت ازاي وعملت بلالين كده، يعني اختمرت بقى كده وبقت حلوه وجميله. كده بقى اخلص الكميه. انا الكيلو الا ربع طلع معايا 4 فطيرات متوسطين، يعني مش كبار ومش صغيرين، حلوين قوي. طبعا لو هنشتريهم من بره هنشتريهم بسعر اغلى من اللي احنا نعمله في البيت. وبألف هنا وشفا. شايفين حلوة ازاي الفطيرة، وهتشوفوها دلوقتي بعد ما بتبرد شوية بتبقى طرية وحلوة قوي. هي اول ما بتطلع من على النار ما بتبقاش طرية قوي، بعد ما بتقعد 10 دقايق بالظبط بتبقى طرية خالص وبتبقى حلوة قوي. بصوا حبايبي، بألف هنا وشفا، ان شاء الله تجربوها ويعجبكم. يا ريت اللي يجرب الطريقة بتاعتي يقول لي في اي كومنت انه جرب الفطير ويكون عجبه ان شاء الله، ويطلع ان شاء الله احسن من اللي انا عملته كمان، وربنا يصلح ما بين ايديكم ان شاء الله. بصوا الفطيرة حلوة ازاي، محدش يقول انها معمولة في الطاسة من فوق خالص. بصوا طرية ازاي، حلوة قوي. 4 كيلو الا ربع دقيق طلع 4 فطيرات حلوين. طبعا بقى نجهز بقى، عندك عسل، طحينة، جبنة قديمة، براحتك خالص يعني. بألف هنا وشفا، ان شاء الله تجربوها ويعجبكم. وهسيبكم انا بقى تكملوا الفيديو ان شاء الله وتشوفوا جمال الفطيرة قد ايه. واشوفكم في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك واللايك و... واشوفكم في فيديوهات جاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل مع بعض احلى فطير فلاحي. اللي يشوفه عندنا او ياكله يفتكر ان جايلك زيارة من الفلاحين، من كتر ما هو بالظبط طعم وشكل الفطير اللي بيجيلنا من الفلاحين بالظبط. هوريك ازاي يطلع معاك الفطير مورق وجميل كده، وبخطوات بسيطة جدا وسهلة. وان شاء الله اي بنوتة صغيرة هتعمله وهيطلع من ايديها زي العسل. نقدمه بقى مع عسل وجبنه وبألف هنا وشفا. اللي ما يعرفنيش بقى، انا سميره وده مطبخي، ولو اول مره تشوفيني يا ريت تتابعيني وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. انا معايا كيلو من الدقيق هنسمي الله، ومعايا كيلو من الدقيق هفضيه في العجين. احنا النهارده هنشتغل بالعجانه، انت ممكن تشتغلي بايدك مفيش اي مشكله لو ما عندكيش عجان. هحط معلقه من السكر ومعلقه من الملح وبس كده. عجينه الفطير ما بتحطلهاش اي حاجه، ولا خميره ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه. طبعا انت تقدري تشتغلي على ايديكي عادي جدا، بس انا طبعا ايه، استسهالا للوقت شغلت العجين. هقلب بس العجين مع الملح والسكر تقليبه خفيفه كده، وبعدين هنبتدي ننزل ميه شويه بشويه. دي ميه عاديه خالص من الحنفيه. الجو كده كده حر، مش محتاجين ندفي الميه، والعجينه بتاعتنا ما فيهاش خميره اصلا فمش لازم ندفي الميه.
بس هننزل الميه شويه بشويه عشان احنا عايزين عجينه جامده قوي. عجينه الفطير ما بتبقاش طريه يا بنات، عجينه الفطير بتبقى جامده، ودي اللي بيخليه الفطيره تطلع معاكي ناجحه. هسيبها بقى كده تتعجن مش اقل من 10 دقايق او 7 دقايق. بس طبعا اوعي ما تريحيش العجانه بتاعتك لا قدر الله لا تتحرق، يعني كل دقيقتين كده ريحيها شويه. بصوا العجينه ماسكه ازاي ومتماسكه، مش طريه، وبتنزل بمنتهى البساطه لانها ما بتلزقش في الايد. انا مش عايزه عجينه بتلزق. كده خلاص خلصنا. هنركن بقى العجانه ونشوف هنعمل ايه. لو انت حسيتي انك عايزه يعني العجينه لسه مش ناعمه، اشتغلي عليها شويه على الرخامه. العجينه ناعمه خلاص مش محتاجه. انا الحمد لله العجينه بتاعتي كانت كويسه فمش محتاجه اي حاجه خالص. نركز بقى في الشويه الجايين دول عشان ده اهم حاجه في تفاصيل الفطير. هنا انا معايا كيلو. انا دايما بعمل الكيلو فطيرتين، بس انا النهارده عملته 3 فطاير عشان البنات الصغيره اللي مش هتعرف تعمل فطيره كبيره. طب انا هعمل 3 فطاير. هنشتغل في اول فطيره اللي هي الجزء ده، هقطعهم 6 حتت، حته منهم كبيره زي ما انت شايفه كده. يبقى دي اول فطيره، مالكيش دعوه ببقيه العجين. دي فطيره في ايدي اهي. هقطع حته العجين اللي في ايدي دي 6 قطع. قطعه منهم كبيره والخمسه صغيرين، وهتعرفوا ليه دلوقتي. الطريقه دي ناجحه قوي، اي بنوته صغيره هتعملها، وممكن نصغر كمان عن كده ونعمل فطير صغير مفيش مشكله. وبتطلع لك الفطير في منتهى الجمال، مورق وحلو قوي زي ما انت شايفه. بصوا بايدي كده بلف بس العجينه يبقى عملته. لسه هشرح لكم برضو. بصوا انا عامله واحده كبيره وخمسه صغيرين، والاتنين دول هعمل فيهم نفس الحكايه. هعمل برضو واحده كبيره وخمسه صغيرين، يبقى انا عندي كده 3 فطاير. شايفين يا حبايبي؟ ممكن حته العجينه تعمل معانا 6 قطع صغيرين، 7 قطع صغيرين، على حسب انت عايزه تعملي قد ايه. هحطهم في الصينيه بقى وهغطيهم بزيت او سمنه، واغطيهم كويس قوي عشان وشهم ما ينشفش ويقشف كده. وما ينفعش وانا بفردهم هيقطع معايا، مش هيقطع، هيبقى ناشف والعجين مش هينفع. هغطيهم وهسيبهم يرتاحوا اقل حاجه ربع ساعه. كل ما تسيبي عجينه الفطير ترتاح كل ما تفرد معاكي ببساطه وتبقى حلوه قوي. هنا عقبال العجين مرتاح انا جهزت السمنه بتاعتي. حابه تشتغلي بزبده، زيت على زبده، سمنه على زيت، سمنه على زبده، اللي يريحك. افردي بالطريقه اللي تريحك، حطي سمنه وزيت، سمنه وزبده، براحتك خالص. لكن ما ينفعش زيت بس، يعني زيت لوحده ما ينفعش. طبعا طريقه الفرد هنا واضحه، مش محتاجه اقول لكم هتعملوا ايه. على الرخامه هنحط ماده بس دهنيه ونبتدي نفرد فيها بالراحه، وكل العجينه ما ترتاح كل ما تفرد معاكوا احسن. لو قطعت معاكي زي ما قطعت معايا كده ما يهمكيش خالص، احنا لسه هنطبقها مره واتنين ومش هتفرق ولا هيبان التقطيع ده خالص. قفلتها كده زي الظرف وركنتها على جنب، وهجيب اللي بعدها. احنا كده بنشتغل في العجين الصغير، في الدوريات الصغيره دي. تاني واحده منهم، ركزوا معايا بقى. يبقى انا فردت اول واحده وعملتها زي الظرف وركنتها على جنب، وجبت حته العجينه التانيه فردتها زي ما انت شايفه كده. سامحوني لو كان الفيديو طويل، بس عشان تعرفوا كل التفاصيل. حطيت الاولانيه وقفلتها تاني، وادي التانيه فردتها، وجبت الاتنين التانيين وقفلتها برضو عليهم، وادي الرابعه كده وبرضو قفلت، وادي الخامسه وبرضو قفلت. وبحط سمنه على فكره، بحط برضو ماده دهنيه. دي الكبيره بقى، دي اكبر واحده اللي بتبقى اخر واحده، بنخلي الكبيره اخر واحده. بصوا اتفردت قد ايه. نحط سمنه ونقفل كل الفطيره بتاعتنا من كل الجوانب. وهنخلي طبعا الجنب اللي متقفل ده اللي مش مظبوط من تحت، ونجيب الصينيه ونحط فيها معلقه من الماده الدهنيه بتاعتنا ونحطها ونركنها ربع ساعه تلت ساعه في الصينيه قبل ما نفكر نفردها. كده فات تلت ساعه بعد ما حطيتها بقى في الصينيه ونغطيها. طبعا هتلاقوها اتفردت معاكم بمنتهى البساطه. بصوا افردوها بقى براحتكم خالص، يعني عايزين توسعوها وتبقى الفطيره بتاعتكم خفيفه املوا بيها الصينيه. عايزين الفطيره تقيله كده وحلوه ومحمله ما تفردوهاش قوي.
انا الكيلو عمل معايا 3 فطاير اللي انتوا شفتوهم في اول الفيديو، بسم الله ما شاء الله، كبار مش صغيرين، 3 فطاير حلوين. كده خلصنا الفطيرة بتاعتنا، هندخلها بقى الفرن زي ما انتوا شايفين كده. بططها كده في الصينية او فردتها في الصينية، وهدخلها الفرن على ارضية الفرن على درجة حرارة متوسطة. اول ما تاخد لون من تحت برفعها تحت الشواية تاخد لون. ما تحطوهاش على الشبكة، لو حطيتوها على الشبكة هتنشف، ولازم يكون درجة حرارة الفرن بتاعتكم حلوة. وتطلع بقى، بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، جميلة ازاي. طب احنا عايزينها مش طرية، عايزينها مقرمشة، ما تغطوهاش، سيبوها في الصينية كده اللي طلعت منها من الفرن للهواء، سيبوها معرضة للهواء، وقللوا شوية السمنة. طب احنا عايزينها طرية قوي وحلوة زي ما انتوا شايفين كده، اول ما تطلع غطوها، 10 دقايق هتبقى معاكم طرية بالطريقة دي. وتقدموها بقى بألف هنا وشفا، مع الجبنة، مع العسل، مع أي حاجة انتوا تحبوا تاكلوا بيها الفطير. وأي حد يجي عندكم قول لهم ده احنا جاي لنا النهاردة زيارة من الفلاحين، فطير مشلتت أو فطير فلاحي بألف هنا وشفا. بصوا بقى الجمال، وعايزة أقول لكم الريحة في منتهى الجمال. بصوا الفطيرة مورقة وحلوة ازاي. دي الفطيرة اللي قلت لكم أنا ما خففتهاش عشان أنا كنت عايزاها مليانة كده. بصوا الفطيرة مورقة وفي منتهى الجمال ازاي. ألف هنا وشفا، جربوها إن شاء الله تعجبكم، وربنا يحسن ما بين إيديكم، وتطلع كل حاجة من إيديكم زي العسل. أتمنى بقى لو أنت بتتفرجي معايا لحد دلوقتي على الفيديو وعجبك الفيديو بتاعي، تعملي لي لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة، وتتفرجي على الفيديوهات القديمة فيها حاجات كتير إن شاء الله هتعجبك. وأتمنى أكون ضيفة خفيفة عليكم، والفيديو بتاعي تكون استفدت منه أي حاجة. بص دي بقى اللي هي تبقى مقرمشة شوية لو انتوا عايزينها ناشفة. ودي تالت فطيرة. بصوا التسوية يا جماعة، بصوا